السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. ركنتنا النهاردة مختلفة شوية عن الموديلات اللي بنعرضها هنا في القناة وعن الموديلات اللي موجودة في السوق وفي بعض المعارض. الموديل اللي هتشوفوه النهاردة معايا موجود في المعارض الكبيرة بس. ليه موجود في المعارض الكبيرة بس؟ لأن المقاسات بتاعته مخصوصة ومش متداول الموديل دوت في المعارض العادية أو المعارض الصغيرة. ليه؟ لأن عندي المقاسات المعتادة بيبقى ارتفاع الركنة كلها حوالي 35-40 سنتي من الأرض لغاية نهاية القعدة. فالشلتة بتبقى حوالي 15 سنتي 14 سنتي في الحدود دي، والباقي بيبقى الخشب بالقماش بالسفنج البوصة اللي بيبقى عليه. هنا بقى عندي العكس، الخشب عندي ارتفاعه حوالي 10-15 سنتي بالكتير قوي. الشلتة بتاعت القعدة هي اللي ارتفاعها سفنج بس 25 سنتي، لسه هيتحط عليها فايبر رول، لسه هيتحط عليها الكسوة العبك اللي انتوا شايفينها ديت، ولسه هيتحط كمان الكسوة القماش بتاعت الركنة اللي هي اللون البيج اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا القماش دوت قماش شانيليا، يقال عنه انه كتان، في المحلات بيقولوا عليه كتان لكن هو شانيليا يا جماعة، وانتبهوا عشان ده مش كتان. هو يعني داخل في صف كده او داخل في تحت بند الشانيليا، هي القماشة شانيليا اصلا. تمام. فخلينا بقى نتكلم تاني على السفنج بتاعنا. السفنج زي ما قلت لكم ارتفاع 25 سنتي، كثافة 45. ده سفنج هايبر مش سفنج مضغوط. تمام. سفنج الهايبر الكندية اللي احنا بنصوره دايما مميز بلونه الاورنج اللي شفتوه في الفيديو اللي فات واللي قبله. تمام. دي بقى شيلة الظهر. شيلة الظهر ديت معمولة من الفايبر الهولو، الفايبر الكياس. ودي الكوشنات بتاعت الركنة. طبعا الركنة كلها البيج السادة اللي شفتوه الفاتح ده، ودي الكوشنات بتاعتها اخده نفس درجة البيج في الكافيه. زي ما انتم شايفين ميكس كده هادي وشكله جميل جدا. السفنجات بتاعت الظهر والدراعات، طبعا انتوا عارفين ان احنا بنحط سفنجات ضغط عالي. الكثافات عندنا كثافات عالية بفضل الله، سواء دراعات سواء ظهور سواء قاعدة، اي حاجه كثافتها عندنا بفضل الله اعلى كثافه في السوق. بنهتم بالدراعات وبنهتم بالظهر من ورا كمان. يعني الظهر من ورا مش بس بيتشد عليه القماش اللي هو الخارجي بتاع الركنه وبس، لا ده بيتشد له قماش من الداخل عشان يسد فراغات الخشب، وبعدين بيتحط عليه فايبر رول عشان يدي ملمس كده ويدي شكل حلو وقيم. مع ان الظهر دوت بيتسند على الحيطه في معظم ال الاماكن المنازل او كده، بيبقى الظهر مسنود على الحيطه فمش باين ولا حاجه. لا، برضو الظهر عندنا بنهتم بيه زيه زي الوش بالظبط. اللي الظهر بياخد قماش بيتسد بيه الخشب من ورا، وبعدين طبقة فايبر رول، وبعدين القماش الخارجي اللي هو القماش بتاع الركنة نفسه. وبيتقفل بطريقة ممتازة جدا بحيث ان الدبابيس بتاعتنا متبقاش باينة. في بعض موديلات كده بتبقى معمولة بطريقة تحس ان هي سحر، مش باين خياطة مش باين دبابيس مش باين اي حاجة في التقفيل. ده اسمه تشطيب فني، يعني بيبقى ليه لمسات معينة كده. فبيتعمل في بعض الموديلات. هو يعني في موديلات كتيرة بتتعمل في التشطيب الفني دوت، وفي موديلات بيبقى فيها اللي هو القيطان او الفيليتو. ده لما بتيجي تدبس جنب القيطان ده، هو الفيليتو بيلف على الدبوس فبيداريه. ماشي. لكن موديل دوت لو رحتوا على قناه فنون التنجيد بتاعت زوجي هتلاقوه مصور الظهر من ورا، عامل ريلز ومنزله على الظهر من ورا، وكمان مصور في الفيديو العريض اللي موجود على القناه وموريه مشي كده بالكاميرا حته حته كده في الظهر من ورا، موريكم التقفيل والتشطيب. طبعا هنا احنا لسه بنشطب. الفيديو نزل، فيديو التشطيب كامل نزل على قناة فنون التنجيد، وانا كمان لسه هنزل فيديو التشطيب عندي هنا في القناة عشان تشوفوه. بس بحب كده اصور لكم مقاطع كده من وسط الشغل واحنا شغالين. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وريت لكم كل حاجه في الركنه، وريت لكم المقاسات بتاعتها المختلفه. طبعا احنا قلت لكم ان الخشب بتاع الركنه ده ارتفاعه حوالي 10 او 15 سنتي. طبعا قللنا في ارتفاع الخشب عشان السفنجة عندي ارتفاعها 25 سنتي، ولسه هيتحط عليها زي ما قلت لكم الفايبر الرول والكسوة العبك والقماش الخارجي، فهتديني ارتفاع اكتر من كده. فعشان الفينش يبقى الارتفاع المعتاد اللي هو يناسب رجلي وانا قاعده،